السلام عليكم. لو لسه حضرتك مبتدئ جديد على اليوتيوب فنصيحة أخوية ما تعملش فيديوهات كبيرة. الفيديوهات الطويلة ديًّا بلاش تعملها، حتى لو دقيقة، لو دقيقتين، لو 5 دقايق أيًا يكن. حاول تقسّم الفيديو وتعمله فيديو قصير. الفيديو القصير سبب كبير جدًا، جدًا في انتشار الفيديوهات بتاعتك، وسبب كبير جدًا كمان لنجاح فيديوهاتك ولنجاح قناتك بسرعة. عن تجربة شخصية، قناتي لسه لم تدعّم الفيديوهات الطويلة. الفيديوهات الطويلة ما بتنتشرش بسرعة. دلوقتي الreels بقى ليها انتشار أكبر ما يكون من الفيديوهات الطويلة، وده عن تجربة شخصية. لو هتدخل قناتي وهتكتب أي حاجة فيها، هتلاقي الفيديوهات الطويلة أقل انتشارًا من الفيديوهات القصيرة. يعني ممكن تلاقي الفيديو عندي جايب مثلًا 5، 6 مشاهدات، 20 مشاهدة مثلًا، 100 مشاهدة وليكن. لكن في الفيديو القصير ممكن تلاقي الفيديو ده بحد ذاته اللي هو جايب 5، 6 مشاهدات، ممكن تلاقيه جايب 1000 أو 1500. مش لإن الفيديو مهم أو لإن الفيديو يعني ذات اكتساح الsearch عليها على اليوتيوب كتير جدًا، لأ. الفيديو دلوقتي القصير بقى ليه أهمية كبيرة جدًا، جدًا. معظم الناس بيمسك الموبايل وشغّال الreels شغّال عليه. لكن الفيديو بتاعك لمّا بييجي وبيسمّع مع الشخص ويسمعه للآخر أو ما بيسمعوش للآخر أو بيعمل like ليه أو الكلام ده كلّه. بالمناسبة يعني أتمنى من حضرتك وأنت بتشوف الفيديو دلوقتي تعمل like. تمام، يعني أنا شايف إنكم تدعموني يعني حاجة كويسة يعني. المهم نكمّل كلامنا. الفيديو القصير بيبقى ليه انتشار ليه سريع، لأن الناس بتبقى ماسكة الموبايل شغّال reels سواءً على الفيس، على التيك توك، على اليوتيوب، على الكلام ده كلّه. فنصيحة أخويا، لو عايز قناتك تنجح، لو عايز فيديوهاتك تنتشر، لو عايز مجهودك كمان ما يضيعش هباءً منثورًا، يعني مجهودك تبقى شايفه قدّامك كده وشايف إن فيديوهاتك الناس كلّها بتسمعها ونجاحك ما بيضيعش منّك أو الكلام ده كلّه. كمان حاجة عايز أقول لك عليها يعني أخوية يعني كمان. حاول تكون فيديوهاتك مهمة ومفيدة للناس، لأنك أنت الكلام ده كله أو الأفعال دي كلها هتُحاسب عليها. وإن كانت فيديوهاتك غير مفيدة فده برضه هتُحاسب عليه. فهتعمل فيديوهات يبقى اعملها ذات أهمية. السلام عليكم، وما تنساش تعمل comment على الفيديو تحت.